بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، تكلمنا في دروس سابقة عن بعض المحددات أو المنطلقات التي ينبغي أن ينطلق منها الناظر أو المشتغل بالنظر في النص. لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع النص بدون أن يمتلك هذه الأدوات أو أن يحسن العمل من خلال هذه المنطلقات أو المحددات. تكلمنا عن أول محدد وهو محدد اللغة. اللغة بفنونها يعني مش بس النحو ولا الصرف، إنما خصوصا فيما يتعلق بعلم المعاني والبيان، لأن القرآن معجز، والإعجاز فيه يعني أبرز إعجاز في القرآن الكريم، وذلك في عهد النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجانب البلاغي، الإعجاز في الجانب البلاغي. والبلاغة دي متعلقة بهذين العلمين، ولذلك مما أكده معظم المفسرين مما أكدوا عليه أنه لا بد للمشتغل بالتفسير من معرفة بل من إتقان النظر في هذين العلمين الجليلين، علم المعاني وعلم البيان. من غير كده ما ينفعش، ليه؟ واحنا اتكلمنا عن المسألة دي وقلنا إن القرآن معجز ببيانه، معجز بتراكيبه، بأفانينه، بأساليبه، فما يجوز لنا أن نهمل هذا الجانب، لأن هذا الجانب له دور عظيم ودور بارز، أو دور في إبراز جمال القرآن أو جمال الأسلوب القرآني، ثم له دور في إبراز المعاني. يعني إن ما كانش الإنسان عارف أو يدرك خصائص الأسلوب القرآني، لا يمكن أبدا أن يقف على ما في هذا الكتاب العزيز من هذه النكت البلاغية العظيمة التي تجعل القرآن دائما فوق كل كلام في الوجود، فوق كل كلام. هذا هو القرآن. الجانب اللغوي تكلمنا عن الجانب فيما يتعلق بأصول الفقه، تكلمنا أيضا عن الاستقراء، وخصوصا الاستقراء التام. يعني هناك استقراء تام واستقراء غير تام. النهارده هنتكلم عن محدد من المحددات أو منطلق من المنطلقات، اللي هو تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول يعني قد لا يتجلى أو قد لا يظهر الأمر إلا من خلال تخريج الفروع على الأصول، بس بشرط أن تكون هناك مناسبة بين الفروع والأصول، أو بين الفرع والأصل. الشيخ زروق قال في قاعدة كده: التشعب في الأصل قاض بالتشعب في الفرع. قاعدة من القواعد: التشعب في الأصل قاض بالتشعب في الفرع. أنا استعملت هذا الكلام
فيما يتعلق بتحديد مفهوم البدعة. مظبوط. وده دي حلت الإشكال اللي كان ما زال قائما. يعني احنا اتكلمنا عن البدعة، لأن البدعة في نظر الناس أو في نظر كتير من الناس يعني المفهوم فيها مضطرب. المفهوم في البدعة مضطرب. تجد ناس مثلا عندهم مفهوم البدعة ايه؟ يعني ايه بدعة؟ يقول لك يعني ايه بدعة؟ يعني النبي ما عملش كده او السلف ما عملوش كده. هذا مفهوم يعني غير صحيح. غير صحيح ان احنا نعتبر ان البدعة تنحصر في كل امر لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عدم الفعل، أنا قلت امبارح في درس الجمعة، يعني قلت عدم الفعل أو الترك ابتداء، الترك ابتداء لا يترتب عليه حكم، لا ينتج حكما، بخلاف الترك عن فعل متقدم. يعني ايه الترك عن فعل؟ يعني انت كنت بتعمل شيء وسبته، كنت بتعمل شيء وسبته، يبقى ده ترك عن فعل متقدم. يبقى كان في فعل الأول وبعدين أنت سبت هذا الأمر، تركت هذا الأمر. طبعا الترك عن فعل متقدم يكون الحكم فيه دائما منوطا بعلة الترك. بعلة الايه؟ انت تركت ده ليه؟ انت كنت بتعمل كده، تركته ليه؟ نبص في العلة. هل العلة تفيد التحريم؟ يعني هل كان الشيء ده حلال ثم حرم زي ما ربنا عمل في بني إسرائيل كده؟ لأن في بني إسرائيل ربنا حرم عليهم طيبات، إنما احنا من كرم ربنا علينا إنه حرم علينا الخبائث فقط، ما حرمش علينا الطيبات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي طيبات قد أحلت لهم من قبل. يعني كان في حاجات حلال وربنا حرمها عليهم عقوبة لهم. لكن من لطف ربنا قال ايه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي في عهد النبوات السابقة. يبقى ده من كرم ربنا، إن من خصائص الأمة المحمدية أنه لا يحرم على الأمة المحمدية إلا كل ما هو خبيث. كل ما هو إيه؟ خبيث. الزنا خبث، الخمر خبث، التعاطي خبث، أي شيء. لكن ما تجدش أبدا فيما حرم الله على هذه الأمة، لا تجد أبدا شيء من الطيبات. لا يمكن يكون في شيء من الطيبات وربنا يحرمه بالنسبة لنا احنا. انما بالنسبة لليهود ربنا عاقبهم كده. ليه بقى؟ لأنهم كانوا يتشددون، كانت عندهم بعض التمحلات الباردة أو المماحكات التي لا طائل من ورائها. مماحكات، وانتم عارفين، الجدل مع سيدنا موسى كان يجادلوا، قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا ايه؟ طيب ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ وبعدين في النهاية برضك قالوا ما هي؟ ان البقرة تشابه عليه. يعني هذه مماحكات غريبة تدعو ايه؟ ولذلك قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني نفذوا الامر ده بالعافية، ما كانوش عاوزين ينفذوه. عشان الامر ده، هذه المماحكات او هذه التمحلات، ربنا حرم عليهم طيبات. ربنا حرم عليهم طيبات احلت لهم، اي قد احلت لهم ايه؟ من قبل. انما الامه المحمديه بحمد الله لم يحرم عليها الا ما هو الا كل ما هو خبيث. مش كده؟ يبقى الخمر ام الخبائث، الزنا خبيث، وهكذا. هذا من لطف الله ومن كرمه ومن عنايته ورأفته ورحمته بهذه الأمة، كرامة لمتبوعها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما قلنا: وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادمه لواء، وإذا ما عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء.
طيب نرجع بقى لموضوعنا فيما يتعلق. قلنا الترك ممكن يكون عن فعل متقدم. نبص في العلة، النبي ترك الشيء ده ليه؟ يبقى إذن الحكم هيتغير بتغير العلة. الحكم هيتغير بتغير الايه؟ العلة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رمضان، في أول ليلة من رمضان، وصلى، كان عنده حصير فاحتجرها. احتجرها يعني عملها زي جدار الحجرة كده يعني، ايه، وصلى. فبعض اللي قاعدين في المسجد شافوه بيصلي فقاموا فصلوا بصلاته. فصلوا بايه؟ زي ما تقول اخبروا بعض. فاجتمع في المسجد اكثر منهم تاني ليله وتالت ليله، حتى عجز المسجد عن حمل المصلين، امتلأ. النبي امتنع من الخروج اليهم بقى لما حس بانهم زادوا وامتلأ المسجد، ما خرجش اليهم حتى صلاة الفجر. طلع صلى بيهم الفجر وبعدين قال ما خفي علي شأنكم البارحة. لأن هم عملوا إيه؟ لما ما طلعش قالوا النبي يعني راحت عليه نومة ولا نسى ولا شيء من هذا القبيل. فعملوا إيه؟ خدوا الحصى بقى يضربوا بيه الباب. وبعدين الحادثة دي كمان تؤكد مسألة أنا قلتها سابقا، أن الحجرة بتاعت رسول الله اللي كان عايش فيها كانت داخل المسجد، مش زي ما بيقولوا بقى الجماعة المضللين يقول لك الحجرات دي كانت بره المسجد. بره المسجد فين؟ يعني ايه بره المسجد؟ بيقول حصبوا الباب وهم قاعدين في المسجد، ما طلعوش بره بيحصبوا الباب. يعني ايه؟ من باب التذكير يعني كده، بيمسكوا حصى صغير كده من باب التنبيه يعني. مع ان من الاداب الخاصه برسول الله انه كان لا يوقظ حتى يستيقظ. الصحابه بيقولوا كده، كان لا يوقظ، محدش يصحيه حتى يستيقظ. ليه؟ لاننا لا ندري ما يحدث له في نومه، باعتبار ان رؤيا الانبياء وحي، فما يصحش ان احنا نقطع عنه ايه هذا الامر. وكان ينام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. المهم لما حصبوا الباب ما طلعش، وطلع الفجر. بعد الفجر قال لهم ما خفي علي شأنكم البارحة. انتم مفكرين أنا؟ لا، ما خفي علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذا ترك صلاة التراويح في المسجد خوفا من أن تفرض عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا شفيقا. النبي كان رفيق، ما يحبش أنه يحمل الأمة ما تنوء بحمله. ما كان يحب أن يحمل أمته أمرا تنوء به أو تنوء بحمله، بل كان يتخير من الأمور أيسرها، مش من باب التخفيف على النفس. لا، لو المسألة كده ما كانش يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، حاجة خاصة به. ولذلك قال أنس كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. وجاء في رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطولهم صلاة بنفسه. يعني كان لما يصلي لنفسه يطول، يصلي لنفسه يطول، لكن لما يصلي بالناس يخفف. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ده هديه. فخاف النبي، خاف إن ربنا يجد هؤلاء مجتمعين على هذه الصلاة كل ليلة فيفرضها عليهم، كما فرض الرهبانية أو كتب الرهبانية على النصارى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء فما رعوها حق رعايتها. ليه؟ لأن الإنسان له طاقة. ما رعوها حق رعايتها، الإنسان له طاقة، فلازم لابد أن يأتي وقت وتحصل فيه الفترة. الفترة يعني إيه؟ يعني حالة كده من الإيه؟ من التكاسل أو الخمول أو شيء من هذا القبيل. فترة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة، والشرة يعني النشاط كده، نشاط. وفي رواية تانية إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة.
يعني النشاط، وبعدين تيجي فترة يعني ايه؟ إخفاق، حالة من الإخفاق. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والرواية الثانية فمن رأي قال إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب. سدد وقارب أي سدد يعني إيه؟ يعني سد مواضع التقصير والخلل، يبتعد عن التقصير والخلل. وقارب أي قارب الغاية لكنه لم يحاول بلوغها لئلا ينقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، أي أرجو له سلامة الوصول. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. إن أشير إليه بالأصابع على إنه مجتهد أو على إنه مقصر، في الحالتين فلا تعدوه. يعني الإنسان المفروض إيه؟ يلتزم سبيل القصد، يعني مبتعدا عن طرفي القصد من الإفراط والتفريط. مش كده؟ من الإفراط والتفريط. فدي يبقى إذا النبي ترك الصلاة دي ليه؟ خوفا من أن تفرض. سيدنا عمر رجعهم يصلوا في المسجد، لكن الشيء الذي قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت. لكن عمر جمعهم على إمام وهو أبي بن كعب، كان يصلي بهم التراويح. طيب ليه عمل كده؟ ولماذا لم يأخذ بالآخر فالآخر من فعل رسوله كما هو مقرر؟ إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله. لكن ما عملش كده باعتبار إيه؟ عمر فاهم إن هنا العلة خلاص انتفت. العلة إيه؟ إن الصلاة دي تفرض. هل في شيء هيفرض بعد وفاة رسول الله؟ ما خلاص، ما انتهينا بقى، ما فيش وحي. فجمعهم على إمام واحد هو أبي بن كعب. طيب يبقى إذن لما عمر خرج عليهم وقال لهم نعمة البدعة هذه، كان مدحها على أي أساس؟ على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعلة، وقد انتفت العلة بوفاته، فلم يرى عمر في أن هذا الأمر وهو جمع المسلمين على إمام، لم يرى أنه بدعة أو محدثة. وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن ترك النبي لها لم يكن عن كراهة، ولم يكن عن شيء مما يتعلق بكونها مقبولة ولا غير مقبولة، لا، وإنما تركها لعلة، وبانتفاء العلة ارتفع الحكم. بانتفاء العلة ارتفع عليه الحكم. فعشان كده مدحها النعمة البدعة ايه؟ يبقى الترك هنا اختيار. الترك هنا ايه؟ اختيار. من اجل ايه؟ التخفيف على الامة. طب انتفت العلة، مفيش خوف من ان ربنا يفرضها، خلاص لا بأس ان نصليها، ولا بأس ان نعين لها اماما راتبا يؤديها في المسجد، زي ما في المسجد الحرام والمسجد الايه؟ والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وفي كل مساجد المسلمين. طيب المسألة الثانية اللي أنا قلت عليها اللي هو تركه صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب. الضب يعني ده الشيء والعياذ بالله، يعني أو اللي هو يشبه أو كما يقولون يشبه الضبع أو يشبه الكلب أجلكم الله. هذا الضب هو حلال، بس كان في بعض الأراضي لما قدم له صلى الله عليه وسلم ضب محنوذ، والمحنوذ بمعنى حنيذ، جاء بعجل حنيذ يعني مشوي. حنيذ يعني ايه؟ مشوي. فقدم له لحم ضب مشوي، فالنبي مد ايديه عشان ياكل، يعتقد انه اي لحم، فبيمد ايديه فقيل له انه ضب، ده لحم ضب، فاخرها. أخر إيه؟ طيب فقيل له أهو حرام؟ ناخد الحكم من هنا بقى، حكم الترك هنا. لو النبي قال حرام يبقى خلاص، يبقى الحكم يناط بإيه؟ أو الحكم هنا يترتب على إيه؟ ترتب لما قال، لو قال لهم حرام
يبقى لا يجوز أكله، يبقى لا يجوز إيه. لكن لما قيل له أهو حرام قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. أنا بقرف منه بستقذره. ليه؟ لأن ده ما كانش موجود في الجزيرة عندنا، وما تعودتش إن أنا باكله، فده أنا مستقذره لكن مش حرام. فخالد بن الوليد جر القصعة وقعد ياكل، والنبي بيبص له وهو بياكل، يعني دليل على إيه؟ إنه لا بأس، ما فيهوش حاجة، بياكل والنبي بيبص له وهو بياكل الايه، ياكل الضب ده. لكن النبي ما رضاش، وده النبي اعطانا رخصه هنا كمان، يعني لو واحد انت بتقرف من شيء معين ما تاكلوش. بس النبي كان من ادبه الجميل انه ما مدح طعاما ولا ذمه. النبي من جماله ما يذمش طعام، ما يقولش الاكل ده وحش، ولا مثلا ينهر حد يقول له ايه الاكل اللي انت عامله ده ولا بتاع. لا، ما يذمش طعام، اللي يتقدم له ياكله وما يمدحوش. طب ليه ما يمدحوش؟ لئلا يمدح شيئا من متاع الدنيا ولو كان طعاما، ولو كان طعام لا يمدحه ولا يذمه. يقول الحديث كده، بيقول لا كان لا يذم ذواقا ولا يمدحه، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه من غير ذم. يعني مش واخد على أكله يسيبه، بس ما يذموش، ما يقولش ايه القرف ده مثلا زي ما بيحصل مننا. واحد يقول ايه القرف ده، ايه اللي انتوا عاملينه ده مثلا. لا، النبي ما كانش كده. الاكل اللي يشتهيه ياكله، ما يشتهوش ما ياكلوش، بس ما يذموش. هكذا. ده بالنسبه للضب، بالنسبه للايه، للضب. طب النبي ترك ايه شيء تاني؟ ترك مثلا كان بيخطب الى جذع من النخل، جذع، ولما صنع له المنبر ترك الخطبة عند الجذع. تركها ليه؟ لأن المنبر بيبقى مرتفع، فيبقى هو ظاهر للإيه؟ لكل اللي قاعدين علشان يشوفوا يعني صورته الكريمة وطلعته البهية ويسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ليكون أعون على إسماع القاصي أو البعيد. ما كانش فيه ميكروفونات ولا مكبرات صوت، يسمع البعيد، يسمع البعيد. هكذا. يبقى هنا النبي ترك الخطبة إلى الجذع، فهل تركه للخطبة عند الجذع يفيد تحريم هذا الأمر، ولا أنه لم يفكر في مسألة المنبر، ولما عرضت عليه المسألة قبلها وأقرها وانتهى؟ ما فيش مشكلة يعني. ما ينبغي أن نعطي الأمور أكبر من حجمها، أكبر من إيه؟ من حجمها. ترك برضك إيه؟ ترك هدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم. لولا، بيقول السيدة عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم أو قريب عهدهم بكفر أو بجهل لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. يبقى تركها خوفا على إيه؟ على قلوب الناس من التغير. ولذلك أنا لما سئلت امبارح هل يصح النهارده أي ملك من الملوك مثلا يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم؟ قلت لا يجوز. لا يجوز. ليه؟ لأن العلة موجودة. مش النبي خاف على قلوب الناس؟ برضه قلوب الناس هتتحرك لو واحد عمل كده النهارده. مش كانوا ما كان في عزم ان ينقلوا مقام ابراهيم، مقام سيدنا ابراهيم، ولكن الناس تضجرت لهذا الامر. يبقى اذا يبقى المقصود هنا بقى ايه؟ ان احنا نحافظ على ايه؟ قلوب الناس. ما تقوليش بقى ان ربنا الحق سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وصفه بصفتين: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لم يمتحنا بشيء، لم يمتحنا بإيه؟ بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. كلام البصيري. لم يمتحنا بما تعي العقول به، ما كانش يمتحنا بشيء فوق مستوى العقول أو فوق مستوى إدراك الحكمة. الشيء اللي ممكن يشوش على الإنسان أو يخلي الإنسان في ريبة كان النبي يتركه.
يخلي ايه؟ لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم ايه؟ نهم. فاذا ترك المصلحه الامام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث قال: ويؤخذ من الحديث ان المصلحه تترك درءا للمفسده. لكن ابن الزبير اعاد البيت الى ما كان عليه في زمن سيدنا ابراهيم. ابن الزبير رجع البيت زي ما كان. ليه عمل كده؟ هو راى ان دي كانها وصيه من رسول الله ونفذها. مش نوع من الافتيات على رسول الله، ما كان ليفتات على رسول الله. انما هو عمل كده ليه؟ من باب ايه؟ انه اعتبر كلام النبي ده كانه وصيه، كانه ايه؟ فهو نفذها واعاد البيت. لكن ما ينبغي ان احنا يعني نوسع المساله ونرخص في هذه المسائل. ليه؟ لان برضك هيترتب عليها تغير في قلوب الايه؟ تغير في قلوب البشر او في قلوب الناس. يقول لك هو كيف يتصرفوا في الامور دي وكيف يعملوا كده، وكلام الناس يكتر. فدرءا لهذه المفسده ما يصحش ان احنا نعمل ايه؟ حاجه او اي انسان يعمل حاجه زي دي. يبقى النبي ترك ايه؟ هدم الكعبه وردها الى قواعد ابراهيم. ليه رفض رد الكعبه الى قواعد ابراهيم؟ ليه؟ خوفا. لكن بقى خلي بالكم، يعني زي ما قلت من شويه، الحق طب ما غير القبله ولم يراعي هذه المساله اللي النبي رعاها. النبي خاف على قلوب الناس من التغير. لكن ربنا لما غير القبله، حول القبله من بيت المقدس للمسجد الحرام، على طب ما في ناس هتتكلم وقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. طب ما فتنه اهي. لكن ربنا ما لا يبالي، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، والله سبحانه وتعالى هو الشارع يفعل ما يشاء. ان كنت بقى هتقف وتناقش ربنا وتقول ليه ومش ليه، ما تبقاش عبد، يبقى انت متمرد. انت كده ما تبقاش عبد، يبقى انت عاوز ايه؟ تفتت على الله. ولذلك قال: سيقول السفهاء. وليه ما قالش سيقول مثلا المشركون او الكفار او السفهاء؟ يعني سفهاء العقول، يعني سفهاء الايه؟ العقول. يعني ما حدش يعترض على ربنا في اي حكم الا اذا كان سفيه العقل. وبعدين ربنا بين لنا الحكم، قال لنا: طيب انا يعني ما جعلتش ما كنت قادر مع فرضيه الصلاه، او كنت قادر احدد القبله من البدايه، بيت المسجد الحرام من البدايه. انما انا ليه جعلت القبله الاولى دي؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. احنا عاوزين نشوف، وهو عارف. طب وايه الا لنعلم؟ طب وربنا محتاج العلم؟ لا، بس الا لنعلم من خلال فعل بعض الناس، لانني يقتضي العدل الا اسجل على انسان شيئا الا اذا صدر منه، الا اذا صدر ايه؟ منه. لان العلم يا اخوانا، العلم علم تقديري وعلم محاسبه. العلم علم تقديري وعلم محاسبه. ربنا سبق في علمه ان ده هيحصل ولا ما يحصلش، سبق في علمه ان فلان ده هيزني او يسرق او يشرب خمر، سبق في علمه. انما هل يصح يعامل العبد او يحاسب العبد على ما سبق في علمه دون كسب من العبد لهذا الامر؟ ما يصحش. فلما يقول: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن، طب هو لسه هيعلم؟ لا، فلا يعلمن بمعنى علما سجلته الملائكة من خلال ما كسب العبد أو ما اكتسب. العبد عمل كده، الملائكة سجلت. الملائكة إيه؟ فتصبح الملائكة شهود على إن فلان ده عمل كده. يبقى ربنا لما يجي يحاسبه بيحاسبه بالعدل ولا بشيء ما كانش ما اكتسبهوش؟
زي ما قلنا كده، هو لما اقول سنكتب ما يقول ونمد له، سنكتب لسه هنكتب. كتابة يعني تسجيل، بنسجل عليه عشان تحاسب، غير بقى الكتابة الأولانية وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر، دي كتابة إجمالية، علم إجمالي. لكن العلم التفصيلي هو ما يترتب عليه الحساب. العلم التفصيلي انت عملت كذا لكن ما حسبكش على شيء انت ما عملتوش. يبقى فالعلم الإجمالي، العلم الكلي لا يترتب عليه محاسبة، إنما العلم من هو بقى اللي يترتب عليه المحاسبة؟ بعد فعلك، بعد فعلك. إنما قبل الفعل لا. إبليس امتنع عن السجود، وبعدين قال له يا ربي لما تأمرني بالسجود ولم ترده مني؟ يعني لم ترده أي لم تتعلق إرادتك بأني هسجد، إرادتك ما تعلقتش بسجودي، يعني سبق في إرادتك إن أنا مش هسجد. طب ما دام أنا سبق في علمك إن أنا مش هسجد، بتأمرني ليه بالسجود؟ قال له ومتى علمت ذلك؟ قبل امتناعك من السجود أم بعد؟ قال له بعد امتناعي. قال له لذلك عاقبتك. لذلك ايه؟ يعني انت ما علمتش زي الخضر. الخضر علم باشياء قبل ما يعملها، ففعل الاشياء بناء على علم. ولذلك لما يجوا المشركين ويقولوا ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هل عندكم من ايه؟ من علم. مع ان ربنا قال ولو شاء الله ما اشركوا. لو شاء الله ما اشركوا، مظبوط. وهم قالوا ايه؟ لو شاء الله ما اشركنا. قالوا كلام ربنا اقره. لكن ربنا لما يقول لو شاء الله ما اشركوا يقوله عن علم. لكن لما يجي واحد يشرك ويقول لو شاء الله ما اشركنا، انت بتقول الكلام ده بعد ما اشركت باختيارك. انت اشركت باختيارك وتقول لو شاء الله ما اشركنا، ما ينفعش. هل عندكم من علم؟ يعني هو انتوا اطلعتوا على الغيب ورأيتم انكم ستشركون فاشركتم؟ يعني انتوا اشركتم بناء على العلم، علم انتوا شفتوه اطلعتوا عليه ولقيت نفسك مثلا هتزني تروح تزني، او هتسرق تروح تسرق. حصل العلم ده حصل، ولا انت فعلت ده باختيارك؟ فعلته باختيارك وما عرفتش انه مقدر الا بعد ما عملته. انما قبل ما تعمله ليس في استطاعتك انك تقول ده مكتوب عليا. عشان كده يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نطلع بفايده اللي هي ايه بقى؟ الترك اذا كان عن فعل متقدم يناط الحكم فيه بعلته. يناط الحكم فيه بايه؟ بعلته. فان كانت العله تفيد التحريم يبقى تحريم، تفيد الكراهه تفيد الكراهه، تفيد يعني السعه في الامر، يعني لا تحريم ولا كراهه انما لعله ثانيه، يناط برضك الحكم بالعله. طيب النوع الثاني بقى من الترك اللي هو الترك ابتداء. كل اللي اتكلموا عن قضيه الترك بالنسبه للبدعه لم يلتفتوا ان في ترك ابتداء. هم اتكلموا عن الترك الذي يكون عن فعل متقدم، لكن انا استنبطت من القرآن ان في ترك ابتداء. بمعنى ايه؟ تركك للشيء اي عدم شروعك فيه وعدم فعله ابتداء من غير ان يكون لهذا الفعل او من غير ان يتقدم منك هذا الفعل، من غير ما يتقدم. زي ما سيدنا يوسف قال ايه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت إيه؟ ملة قوم لا يؤمنون بالله. هل تتصوروا أن سيدنا إبراهيم سيدنا يوسف كان على ملة قومه وتركها؟ يعني هل تركه للملة كان عن اعتناق لها ولا أساسا ما كانش؟ لم يدخل. مش كده؟ إني تركت ملة قوم، هو لم يكن على ملة قومه، يبقى ده الترك ابتداء. أنا الترك ابتداء ده لا يترتب عليه حكم لأنه عدم، والحكم لا يناط إلا بمتعين.
هو الحكم ده اما اقول ده حرام وده حلال، او ده مكروه وده غير جائز، او ده جائز وده، الحكم ده مش لازم يكون على متعين، ولا يكون على الهوى متعين، ولا مش كده؟ يبقى ايه إن تقول لي النبي ما عملش، الله ما عملش يعني ما فيش فعل. طب وانت بترتب حكمك بان الشيء ده مذموم او ان ده بدعه على شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله. فعدم الفعل لا يوجب حكما. يبقى الحكم مترتب امتى؟ الحكم لما يكون الترك عن فعل متقدم، وما يكونش حكم واحد، بل يناط الحكم بعلته، يناط الحكم بالايه بعلة. لكن اذا كان الترك ابتداء، يعني ما عملتش كده ما عملتش كده، يعني حتى القانون هل يلزمك عقوبة من غير ان يثبت عليك فعل؟ انت ما حصلش منك حاجة، يلزمك بحكم؟ يلزمك بشيء؟ لا. والنبي قال ذروني ما تركتكم، يعني سيبوا لنفسكم مساحة، كأن النبي بيقول لنا كده، سيبوا لنفسكم مساحة وما تضيقوش الدايرة على نفسكم، والشيء اللي أنا أتركه، الشيء اللي ما تبحثوش فيه ولا تدوروا عنه. ليه؟ النبي خايف ان احنا نكون زي بني اسرائيل، شددوا فشدد عليهم. النبي مش عاوز كده، النبي عليه الصلاه والسلام مش عاوزنا ان احنا نتورط في شيء يعني كنا في غنى، فكانه بيقول سيبوا لنفسكم مساحه، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هل قال بعدها وما تركته فاتركوه؟ ما قالش كده، ما قالش وما تركته فاتركوه، ما قالش. يبقى انت هتخترعوا ليه؟ الجماعه اللي بيقول لك النبي ما عملش كده، ده اختراع غريب، وابليس هو اللي اخترعه وعطى لهم الحكايه دي عشان يشوشوا بها على المسلمين ويحكموا على افعال المسلمين، وعلى كل امر مستحسن، كل امر وقع عليه الاستحسان من قبل من العلماء. هو ابليس مش عاوز لنا الخير، فعاوز يقفل ابواب الخير. يقفلها ازاي؟ وزي ما انا قلت في عباره تانية، قلت زمان من فتره، قلت ابليس اذا راك على خير وعاوز ينتزعك منه، ما يقولكش ما تعملش كده، ما يقولكش ما تستغفرش، ما يقولكش لا. امال ايه؟ اذا اراد ان ينتزعك من خير او من حق لوح لك بحق اخر، لكن يلبس به عليك، يلوح يعني ايه؟ بحق تاني. انت بتعمل خير، دي بدعه، فاجيب لك ايه؟ الحديث كل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله في النار، يخليك تسيب الحكايه، يخليك تسيب الامر ده على انه ده شيء مذموم. يبقى ليه؟ عاوز يسد عليك ابواب الخير، مع ان ربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو عاوز يقفل السبل دي، عاوز يسدها ازاي؟ يلوح لك بحق، دي بدعه، ده احداث في الدين، ده مش عارف ايه، ويشوش عليك او يلبس عليك الامر بايه؟ بلفه، زي ما يقول ايه، وزي ما ربنا قال في حق الايه الجماعه المنافقين اللي كان يقول لك مثلا القران فيه الكفايه مش عاوزين سنه. قال ايه في حقهم؟ قال الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اللي هو الهوى، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا، ما قالش مبينا، قال بعيدا. ضلال بعيد يعني ايه؟ يلف من بعيد كده علشان يبعدوا عن المسألة دي، يلف له من بعيد، يقول له ده انت ايه حاجتك للسنة؟ السنة دي ما دخل فيها احاديث موضوعة واحاديث لا اصل لها واحاديث منكرة، لكن القرآن ده قرآن القطعي الثبوت، القرآن قطعي، ولكن السنة ظنية. القرآن محفوظ من قبل الله، لكن السنة ربنا ما تكفلش بحفظها، واخد بالك؟ ويشوش عليك بالمسألة، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبعدين بعديها قال إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أي الكتاب، وإلى الرسول، هيكون بقى الصدود عن مين؟ رأيت المنافقين يصدون عنك، مش عن الكتاب،
اهو ده بقى الآية دي متعلقة بالقرآنيين النهارده. القرآنيين النهارده اللي بيسموا نفسهم قرآنيين وهم في الحقيقة هذه نسبة لا أصل لها ولا وجود لها ولا اعتبار لها، لأنه لو صدقت نسبتهم إلى القرآن لآمنوا بكل ما جاء فيه من الأوامر الصريحة في اتباع الرسول. إنما أنت بتقول أنا قرآني وأنت معطل لبعض النصوص فيه، أنت معطل لبعض النصوص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن أنت عايز ترده إلى الله بس، وعشان كده قالوا إيه؟ إحنا نحتكم إلى القرآن فلا وربك. قالوا إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله، وعطل الإيه؟ وعطل السنة، وعطل السنة. يبقى هنا بنقول إذا كان الفعل أو إذا كان الترك ابتداءً، إذا كان الترك ابتداءً يعني لم يتقدمه فعل فلا يترتب عليه حكم، ما يترتبش عليه إيه؟ حكم. يجوا يقول لك بس طب وأنت يعني حريص على إنك يعني أنت بتكمل شيء النبي قصر فيه؟ أدي بقى شوف التضليل بقى. أنت بتكمل شيء هو النبي قصر، ده ربنا قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني الدين تام. نقول له هنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما قالش شرعتكم ولا شريعتكم، دينكم. خطاب لأهل الكتاب قبل ما يكون خطاب لنا. يعني يا أهل الكتاب اليوم أكملت لكم دينكم باتباع النبي، اتبعوا النبي، لأن كمال الدين في اتباعه. وزي ما قلنا الفرق بين الكمال والتمام، أكملت لكم دينكم وأتممت، فالكمال نوعي والتمام عددي. التمام عددي والكمال نوعي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ فالمعنى العددي كان في الكمال ولا في النعمة؟ يبقى ما تجيش بقى وتقول لي وانت بتضيف، لا دي مش إضافة، ليست إضافة، وإنما هي تجلية لسماحة الشرع في قبول ما كل ما هو حسن. تجلية للأمر في قبول الشرع لكل ما هو، لأن المسائل الاستحسان، مسألة الحسن والقبح دي ومسألة مختلف فيها سواء عند الأشعريين وعند غيرهم. الأشعريون يميل يعتمدون أن الحسن أو الحسن والقبح هما من منظور العقل، مش من منظور الشرع. الشرع لم يأتي إلا ليرتب عليهما أحكاما من حيث الأجر أو من حيث الثواب والعقاب. لكن الحسن ما حسنه العقل السليم، والقبح ما استهجنه أو استقبحه العقل السليم. يعني المسألة دي الحكم على الشيء بأنه حسن أو بأنه قبيح، دي مسألة تأتي من منظور العقل مش منظور الشرع بس. ولذلك أنا رديت على بعض الناس اللي أخطأوا. واحد من أرباب الفتوى اللي بيتكلموا في التلفزيون قال لك يا أخي أنت مش محتاج أنك تسأل شيخ ولا بتاع، استفتي قلبك. والنبي قال له وبسط ابن معبد قال له استفتي قلبك، استفتي قلبك كده على الإطلاق كده، استفتي قلبك. طب ما بصيتش النبي قال له استفتي قلبك في ايه؟ هو كان جاي يسأل عن ايه؟ هو كان جاي يسأل عن حكم شرعي والنبي قال له استفتي قلبك؟ هل يجوز واحد عاوز يعرف حكم شرعي اقول له استفتي قلبك؟ منين يعرف؟ هو ده عالم؟ اذا كان هو جاي يسأل عشان يعرف الحكم اقول له استفتي قلبك؟ لا. بس وابصة كان جاي يسأل عن حاجة معينة، عن البر والإثم. والبر كل شيء يستحسنه العقل. حد هيعجز عن معرفة البر والإثم؟ حد يعجز؟ شيء واضح. من منظور ايه؟ لما قال له يعني اخبرك ام تخبرني؟ انت جيت يا وابصة، طيب انا اقول لك انت جاي ليه ولا تخبرني انت؟ قال له اخبرني يا رسول الله. قال له جئت تسأله عن البر، انت جاي تسألني عن البر؟ قال له نعم يا رسول الله. قال استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس. طب النفس بتطمئن لشيء
إذا متفق على إنه شيء طيب. يبقى لما أقول له استفتي قلبك، ما تستفتيش حد، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ده معناه إيه؟ استفتي قلبك بما هو معلوم للحس الصادق، لكن ما تستفتيش قلبك في الأحكام. لكن أخونا اللي بيتكلم في التلفزيون ويستفتي قلبك في الأحكام، إيه ده؟ دي تبقى فوضى، تبقى فوضى. واحد يروح يستفتي قلبه في الأحكام، ما كانش حد غلب يعني، يبقى ما فيش داعي بقى ان العلماء، وما فيش داعي ان الواحد يدرس الشريعه، ما فيش داعي ان يعني الانسان حتى يعرف ادله الاحكام، تبقى فوضى. انما استفتي قلبك في ايه؟ في الامور البديهيه. استفتي قلبك في الامور البديهيه، الشيء ده كويس ولا مش كويس؟ كويس. طب اهو كذلك بالنسبه لكلامنا عن البدعه، ولو ان لسه يعني ما اتكلمناش عن البدعه من حيث الاصل اللي احنا ذكرناه في بدايه الدرس، اللي هو ايه؟ تخريج الفروع على الاصول. تخريج الفروع على الايه؟ قلنا قد لا تظهر جليه الامر او جليه الحق في المساله الا من طريق القياس او من طريق تخريج الفروع على الاصول. تخرج الفرع على الاصل يعني ايه؟ يعني نقول مثلا البدعه خلاف ايه؟ ايه اللي عكس البدعه؟ السنه. طيب احنا عاوزين نعرف السنه هي ايه؟ نقول لك السنه دي لها تعريفين: تعريف لغوي بدلاله الوضع او باصل الوضع، وتعريف اصطلاحي. ده بخلاف في تعريف ثالث. التعريف اللغوي: السنة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة. يبقى إذا الحسنة والسيئة، السنة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة. يبقى التقسيم حصل في إيه؟ في السنة لغة أم اصطلاحا؟ لأنه لا يجوز أن يكون التقسيم في السنة اصطلاحا، لأن السنة اصطلاحا عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين، السنة اصطلاحا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. يصح إن احنا نقسم فيها؟ ما فيهاش تقسيم. إنما إيه بقى؟ ناخد إيه من هذا التعريف؟ ناخد من التعريف ده إن كل ما يخالف أصلا من هذه الأصول يبقى بدعة. يعني إذا فعلت شيئا أو أحدثت أمرا فيه مخالفة لشيء من أقواله صلى الله عليه وسلم، أو شيء من أفعاله، أو شيء من تقريراته، أو شيء من صفاته، يبقى دي البدعة. إنما إن أحدثت أمرا طريقة لم تخالف به أصلا من هذه الأصول، فالحكم فيه الحكم على السنة لغة، فحسنه حسن وقبيحه قبيح من منظور العقل، لأن العقل معتبر. مش في هي الأدلة عندنا مش بتنقسم إلى أدلة عقلية ونقلية؟ ولا العقلية دي ملهاش اعتبار؟ لها اعتبار. ها؟ مش الشيخ زروق قال كده اهو: المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله. أدي الكلام بتاعنا اهو: إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه، ويصل معقوله بمنقوله، وينسب منقوله لمعادنه أي لمصادره، ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله، فسكوته أولى من كلامه، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام، فيسلم له نقله لا قوله. يسلم له نقله لأنه حامل خبر. بعد أن نستوثق الأمر فيما حمل أو فيما بلغ، هل الخبر ده صحيح ولا مش صحيح، نقبل روايته، لكن لا نلتفت إلى قوله فيما نقل إلينا إلا إذا أحكم النظر فيما نقل. إلا إذا أحكم النظر فيما إيه؟ فيما نقل إلينا. وفي واحد حاطب يعني يحتطب، لكن ما عندوش الدراية، بل هو آيات في، زي ما ربنا قال بل هو آيات في إيه؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ما قالش في صدور الحفظة ولا الحافظين القرآن.
قال اوتوا العلم، يعني مش تحمل القرآن وانت مش عارف فيه حاجة، ولو انك هتساب، ولكن انا لا اريدك ان تكون كالعيس في البيداء. العيس عن الجمال في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هي بتحمل الماء بس مش منتفعة به، لأنه ملهاش عقل عشان تاخد المية وتتناول المية وتشرب. يعني هو كذلك إنسان حامل علم لكن لا دراية له فيه، يبقى هو حتى وإن كان صاحب رواية ولذلك قالوا إيه؟ السابق أحكم والمتأخر أو اللاحق أتم. السابق أحكم أي أكثر ضبطا لما حمل أو تحمل به من أعباء الرواية، أحكم لقرب عهده من عهد الوحي وعهد النبوة. لكن المتأخر أتم، أي أتم نظرا. ليه؟ لتوفر نظره على ما تيسر عنده من أدوات النظر، وده ما حصلش إلا بعد تصنيف العلوم. وقد يفتح الله على المتأخر بما لا يفتح به على المتقدم، حتى وإن كان المتقدم صحابي والمتأخر قبل قيام الساعة. المسألة ده فضل ربنا، زي ما قال الشيخ ابن مالك صاحب الألفية، زي ما لما كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فلا يستبعد أن يدخر الله لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ثم قال نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. يبقى ايه؟ علم الله يهب لمن يشاء. والعلم هنا ايه؟ الفهم. يعني ليس الشأن أن تكون حاملا للرواية من غير أن تكون لك فيما حملت دراية، بل لابد أن الإنسان يجمع بين الايه؟ بين الرواية كنص، وبين الدراية كفهم أو كفقه، أو ايه؟ وبين الدراية كفقه فهم. لأن أنت لا تستطيع ولا يجوز لك أن تعمل بنص أو بدليل إلا بعد أن تعقل عن الله في هذا الدليل. إنما تعمل من غير ما أنت فاهم، هذا لا يجوز. طيب، طبعا الحديث له بقية. أخونا بقى له سؤال بيقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. لماذا تحدث الله عن الأرض التي أكلت عصا سيدنا سليمان بأنها دابة؟ فتعريف الدابة كما ورد في معجم المعاني الجامع بأنها ما دب من الحيوانات أو على الأرض وقد غلب الاستعمال على ما يركب من الحيوان، كما أن الأرض ليست من صفاتها الدب على الأرض. هو الحق لما يتكلم عن الأرض على أنها من الدواب، باعتبار أن سمعه سبحانه وتعالى يستغرق ما سمعنا وما لا نسمع. فهو إحنا في نظرنا أقول لك دي مش دب، أنا مش سامع لها، ولذلك أقول أنا مش سامع دبيب. يعني أنا مش سامع دبيب. هل ممكن إنسان يسمع دبيب النمل؟ إنما الحق سبحانه وتعالى لا يغيب عن سمعه شيء. وبعدين ثم إن الحق سبحانه وتعالى ممكن يغلب صفة على صفة. يعني مثلا إيه؟ لما قال على الأشياء اللي بتمشي على الأرض، قال فمنها من يمشي على بطنه، ومنها من يمشي على رجليه، ومنها من يمشي على أربع. طب اللي بيمشي على أربع، طب اللي بيمشي على بطنه، هل يقال له مشي ولا زحف؟ إنما القرآن سماه إيه؟ مشي. خلاص، سماه مشي توسعا، لكن هو في الأصل اللي يتعلق بالثعبان هو اسمه زحف. لكن القرآن اعتبروا إيه؟ اعتبروا مشي. طب ليه اعتبروا مشي؟ أنا في نظري اعتبروا مشي ولم يعتبره زحفا. ليه؟
لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرز لنا أمرا مشتركا بين جميع أجناس الخلق في أنها تسعى من أجل طلب الرزق. فالسعي الأنسب له مش الزحف، الأنسب له المشي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا إيه؟ وكلوا من رزقه. يقول ذكرتم سيادتكم في لقاء الجمعة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، نرجو توضيح ترى. أنا قلت إيه؟ يعني دلوقتي لما يقول إيه؟ القرآن لما يقول خوفا من فرعون وملئه أن إيه؟ فرعون وملئه دول جمع، لكن قال أن يفتنهم، ما قالش أن يفتنوهم. ليه؟ لأن الفتنة تأتي من قبل الملك اللي هو له الحكم والسيطرة والهيمنة والاستبداد. ما قالش خوفا من فرعون وملئه أن يفتنوهم، بل قال أن يفتنهم. طب قال ملأه، إيه عمل ملأه؟ الملأ دول تبعه، يعني قال لهم اعملوا كذا ينفذوا، لكن أصل الفتنة جاية منين؟ من فرعون. لذلك ربنا لما أرسل كل نبي أرسلوا لقومه، إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى هود أخاهم، أو إلى عاد أخاهم هودا، إلى ثمود أخاهم صالحا. عند فرعون ما قالش لسيدنا موسى اذهب إلى أهل مصر، اذهبا إلى فرعون، هو أساس المصيبة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ما قال لهمش روح لأهل مصر، لا، أو للمصريين، لا، روح لفرعون، روح لفرعون. عشان كده قال ايه؟ قال ان يفتنهم ولم يقل ان يفتنوهم. ليه؟ لان لو قال ان يفتنوهم يبقى القسمه زي ما انا قلت في ايه؟ في حق ايه؟ في الايه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت. طيب هنا في جمع اهو، ولقد اوحي اليك مراد رسول الله، والى الذين من قبلك كل الأنبياء والرسل، خلاص، أو كل من أوحى إليه ربه. لئن أشركت، ليه أفرد الضمير هنا وقال أشركت ولم يقل لئن أشركتم؟ لأنه لما يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا جمع، لئن أشركتم يبقى يفيد القسم آحادا، بمعنى إن كل واحد من الجمع ده مخاطب بهذا الخطاب. إنما لما أخرج المجموع بإفراد الضمير في قوله لئن أشركت، يبقى ضرورة يخرج النبي بخروج المجموع، لأنه غير مستثنى من هذا الأمر، بل هو صلى الله عليه وسلم أشرفهم محتدا. فلا يجوز أن يقال للنبي لئن أشركت وربنا يطلع المجموع كله ويسيب النبي. مش لا معقولة؟ يعني هل من المعقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد، يعني ربنا أوحى للسابقين لئن أشرك محمد لا يحبطن؟ مين يفهم الفهم الأعوج ده؟ لا، ما يفهمش الفهم الأعوج إلا رجل غبي. يبقى لما ربنا أخرج المجموع يبقى النبي خرج مع المجموع. طب والضمير المفرد ده يبقى في إيه؟ يبقى في كل مخاطب ببلاغه صلى الله عليه وسلم، أي لئن أشركت أيها الإنسان، لأنه أكسير الحياة يا مولانا. لأنه أكسير الحياة، نعم. ما هو الإكسير ما تتبدل به الأعيان. الإكسير الإكسير يخلي الصفيح ذهب، يعني معناها يخلي الحياة المرة حلوة، يا صلاة النبي الله يكرمك يا مولانا، ويخلي الحياة الشقية اللي فيها شقاء يخليها حياة ناعمة سعيدة مباركة محفوفة بالألطاف. وده نبينا صلى الله عليه وسلم، ودي مأخوذة النبي أكسر الحياة، دي مأخوذة من الآية القرآنية، يعني ما جبناش حاجة من عندنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وأنا قلت إن الضمير في قوله إذا دعاكم يعود للنبي، ما يعودش لربنا، ولا يكون ضميرا مشتركا، يعني ما يكونش استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. اوعى ترد الضمير في إذا دعاكم لله والرسول، لا، للرسول بس. لذلك كان العطف بالواو مع اللام. جاب اللام ليه؟ ليفيد انفكاك الجهة في مرد الضمير، لا في موضوع الاستجابة. فاستجابتنا لله والرسول دي مطلوبة،
لكن عشان يقول لنا ان الضمير ده خاص بحبيبي، الضمير ده خاص بحبيبي، يبقى انا جبت اللام هنا غير اللي في آل عمران. آل عمران قال إيه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. دي لأنه حكاية حال، بيحكي عن الذين اتبعوا رسول الله في حمراء الأسد، بعد هزيمة أحد واتبعوا النبي. الذين استجابوا لله والرسول، دي وقعت حال حصلت. إنما الجملة دي تحمل الإنشاء، والإنشاء يفيد ترتب حكم. استجيبوا، هذا الأمر يترتب عليه فعل، يترتب عليه فعل. استجيبوا لله، ما قالش استجيبوا لله والرسول، بل قال وللرسول. أي استجيبوا لله فيما أمركم به، وللرسول إذا دعاكم. عشان كده جاب الضمير مفرد، قال إذا دعاكم. وأنا قلت الكلام ده ليه؟ لندفع به شبهة وإشكال في حديث ورد في البخاري. الحديث اللي ورد في البخاري وفي موطأ مالك، كان في واحد من الصحابة اسمه أبو سعيد ابن المعلى بيقول كنت أصلي، كنت واقف أصلي، فدعاني رسول الله فلم أجبه. النبي ناداله فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت يا رسول الله كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. تعرفوا لو كان الضمير يعود لله أو يعود لله والرسول ما جاز منه صلى الله عليه وسلم أن يقدم حقه على حق الله. الراجل كان بيصلي والصلاة دي لمين؟ لله. هل ممكن النبي يقدم حقه في الاستجابة على حق الله في الصلاة؟ مش ممكن. لكن لما علم صلى الله عليه وسلم أن الضمير يخصه أتى بالآية استجيبوا لله وللرسول. أنت فين؟ استجيبوا لله ولو كنت بتصلي، حتى ولو كنت بتصلي، لأنك أنت بتصلي بس مش عارف الصلاة دي مقبولة ولا مش مقبولة. إنما استجابتك ليا حياة لك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هو أكسير الحياة ولا مش؟ لا. طب نسأل الله سبحانه وتعالى. تفسير الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو آمين يا رب. يعزك يا رب. آمين يا رب. وعز سامعيك. آمين بجاه الحبيب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو. الإمام البخاري لما أتى عند هذه الآية قال ثم دنا الجبار فتدلى. ثم دنا الإيه؟ الجبار. ده مذهب مالك، مذهب الإمام البخاري أن الفعل دنا مضاف إلى الله. دنا الجبار فتدلى فكان منه صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. ولذلك عبر بالدنو والتدلي، ما قالش ثم نزل، ما قالش نزل، قال دنا. والدنو تستوي فيه كل الجهات، تستوي فيه كل الايه؟ والتدلي يكون بمعنى التنزل مش بمعنى النزول، يكون بمعنى النزول، أي أنه دنا من الحبيب فتنزل له، مش نزل، تنزل له حتى رآه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب الفؤاد ما رآه بعينيه. يعني الرؤية القلبية وفقط الرؤية البصرية، الاثنين اتفقوا مع بعض. يعني ما شافش بعينيه حاجة ما شافهاش القلب، وما شافش بقلبه حاجة ما شافتهاش العينين. ولذلك قال ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني ان هو محفوظ ان يشوف حاجة غير اللي شافها القلب. الاثنين زي بعض، الاثنين ايه؟ زي بعض. فبصره قلبه وقلبه بصره صلى الله عليه وسلم. والمعنى والتفسير في ما ضل صاحبكم وما غوى. أنا اتكلمت عن المسألة دي ووجدك ضالا فهذا، وقلنا إن الضلال قد يكون بمعنى الحب، وقد يكون هنا لما يقولوا وجدك ضالا فهدى. يعني إيه؟ بمعنى أنه سبحانه وتعالى رأى قومك على ضلال فهداك لتنسحب أنوار الهداية من بساطك عليهم. يعني هم اللي على ضلال، وجد قومك على ضلال فهداك، أي لتوجيههم ونصحهم وإرشادهم، فلتنسحب أنوار الهداية عليهم من بساطك.
ولذلك حذف الكاف لئلا ينحصر الأمر فيه، لأنه لو أثبت الكاف يبقى الأمر كله في الثلاث مواضع محصور في النبي. ألم يجدك يتيما، لم يقل فآواك، بل قال فآوى، أي آواك ليؤوي بك، وهداك ليهدي بك، وأغناك ليغني بك. عشان كده قال للأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. يبقى المسألة إيه؟ خد ده ووزع، خد ووزع، مش أنت اللي هكذا. والله أعلم.